تاني حاجة عايز اتكلم فيها هي موضوع المجاميع بتاعة الثانوية العامة و... وانت محتاج قد ايه بقى عشان تسافر وهكذا. الثانوية العامة قربت تخلص وداخلين على الامتحانات، فكل واحد مهتم بالموضوع ده. اولا المفروض مهما حصل يعني انك تحاول تجيب اكبر مجموع ممكن في الثانوية، عشان مفيش اي حاجة مضمونة خالص. تمام، حتى لو انت عارف اجراءات السفر وعارف ان في تخصصات معينة مش بتاخد او مش بتطلب آه، حاجة كبيرة او مجموع كبير، فبرضه ما تستسهلش، لان في اي لحظة القوانين بتتغير والاجراءات بتتغير والدنيا بتصعب، وممكن حتى لو دنيتك مظبوطة الموضوع ما يمشيش لأي سبب. فلازم تركز على الثانوية مهما كان. آه، يعني حاجة بقى زيادة، لأن شفت مغالطات كتير في الموضوع ده، خاصة بقى الناس اللي عايزة تخش الموضوع بتاع المجال الطبي. فهي ألمانيا يعني مش كوبري اللي هو اللي ملحقتش تعمله أو معرفتش تعمله في بلدك تعمله بقى في ألمانيا. تمام، الدنيا ما بتمشيش كده. الناس اللي بتكتب في الكومنتات هخلص بس كام نقطة اللي أنا عايز أتكلم فيها وبعدين أروح للأسئلة، مش نسيت يعني. تمام. نرجع بقى لموضوع المجاميع ده. فالمجال الطبي بالذات في ألمانيا كومبيتيتيف جدا، عليه تنافس عالي جدا. تمام، يعني ناس كتير بتقعد تحلم وتجرب أكتر من سنة وتفضل تخش في امتحانات عشان تزود فرصها عشان بس تخش. تمام، فاللي يقول لك بقى مثلا انت جايب 85% او حتى 90% في مصر وسهل انك تروح المانيا، او عشان انت جبت مجموعة الطب في مصر. الطب في مصر دلوقتي بقى في التسعينات، انك جاست انك انت جبت مجموع الطب في مصر ودخلت كلية الطب في مصر انك كده خلاص هتعرف تخش في المانيا. الكلام ده مش مظبوط. تمام، في المانيا المتوسط مثلا 95% عشان تعرف تخش طب. جميل. الدنيا بتتحسب ازاي بقى؟ بتتحسب المجموع السنوية. لو انت دخلت عرفت تخش الكلية اللي انت عايز تدرسها في ألمانيا في مصر، تمام، بتاخد المتوسط ده. يعني انت عايز تدرس طب ودخلت طب في مصر قعدت فيها سنه، تاخد متوسط السنه اللي انت قعدتها في مصر دي والثانويه متوسط، يطلع رقم تقدم بيه. الرقم ده لازم يبقى في حدود 95% عشان يبقى عندك اي فرصه انك تقبل. 94 ممكن في الحته دي، انما جو الثمانينات والتسعين ومش عارف ايه ما بياكلش. لو انت بقى معرفتش كمان بقى تخش كلية طب في مصر، بقى انت غالبا كده مش هتعرف تخش في المانيا برضو. الحل بقى انك تروح تعمل سنة تحضيرية في المانيا وياخدوا المتوسط بتاع السنة التحضيرية والثانوية. مش هتنفعك في حاجة، لان السنة التحضيرية مش سهلة، وحتى لو جبت فيها درجة عالية، لو انت مش جايب درجة عالية في الثانوية المتوسط مش هيبقى كفاية انك تخش المانيا. تمام، ده واضح وصريح. فمن الاخر مجموع. في بقى قصة تانية اللي هي بقى الحاجات اللي هي الهندسة والبرمجة والكلام اللي زي ده. في ألمانيا غالبا أي مجموع معقول طبعا، سبعينات تمانينات تسعينات تقدر تخش بيه في ألمانيا. هندسة يعني أو برمجة أو كده. تمام، بس مش معنى كده بقى عشان أنا شفت ناس كتير عملت كده، خاصة في المجاميع اللي قبل كده، أما كانت مثلا الحسابات بتاخد من 90 وهندسة من 95 مش عارف إيه، وما عرفتش تخش الحاجة اللي هي عايزة تخشها، هندسة مثلا أو حاسبات. بتقول لك عادي أنا مثلا جايب 80%، تمام، فاقدر اروح المانيا ويبقى انا كده عديت المشكله بتاعتي. ساعات بتمشي، بس لازم تبقى يعني صريح مع نفسك كده، ليه ما عرفتش تجيب المجموع ده في الثانويه العامه، وليه ما عرفتش تخش الكليه في بلدك. وهل انت مستعد فعلا تحط مجهود كبير بقى اما تسافر المانيا عشان تعرف تمشي وتتحرك يعني وتجيب وتنجح في الكليه دي، عشان الموضوع صعب مش سهل يعني. كنت شايف حد بيسأل في الكومنتات هل دراسة البرمجة سهلة ولا صعبة؟ أي حاجة طبعا بالمجهود، ولو أنت بس يعني حطيت دماغك في حاجة هتعرف تعملها غالبا. بس اللي جو بقى اللي هو الاستسهال ده اللي أنا ما بحبوش، اللي هو لا ده أنا مش هكسل أنا بقى في بلدي، وأما أسافر ألمانيا هيبقى ظبط الدنيا. الموضوع طبعا في ألمانيا أصعب لأن وراك حاجات كتير، دراسة بالألماني، عندك شغل لازم تشتغل، عندك كل المسؤوليات بتاعت الإقامات والإجراءات وكل حاجة لازم أنت تعملها، وفي نفس الوقت بقى حاجات البيت عشان أنت المسؤول عن نفسك وكل الكلام ده. فدي كنت عايز النقطة دي كنت عايز أتكلم فيها برضه. آه نروح بقى للشات. لو حد بقى عنده أسئلة يكتبها لي، نبدأ من فوق لتحت.